تدخل أرسن الدواري تلعب تسدد بشكل مباشر بطرف محمد سعود. التمريرة الأمامية بينية أمامية كانت سريعة، محاولة من الشرشي طيبة أمام فريق المغرب التطواني في الخطورة. التغطية إبعاد استلام الكرة التطواني الآن. تمريرة خطيرة خطيرة خطيرة. أول تهديد لمغرب أتلتيكو تطوان والتسديد من سيد كروب. استلم من الحسون انطلاقة من أيمن، لكن هنا خطأ يتدخل الحكم ليمنح الخطأ لفريق الوداد الرياضي على أيوب عرضية في الخطورة في الخطورة في الخطورة. ضاعت الفرصة لعبد الله حيمود. انطلق من الجهة اليسرى في ظل غياب العناصر المغرب التطواني، سدد لكن العارضة ترد، لكن القائم الايسر لما يحيى الفيلالي يتمكن من رد هذه الكرة التي اكتسبتها في الايسر. يحيى تيتل الادريسي عرضية تغطية من جانب محمد سعود. فرصة اللي كان بإمكان من خلال الوداد أن يسجل، فرصة خطيرة. خروج الحارس يحيى الفيلالي فاطمة لذلك يحرك تعود محاولة خطيرة. فرصة من جديد هذه المرة بشار يوسف فرميدي. فرصة من يوسف فرميدي ارتباط في أدوار هجومية. عرضية خطيرة. فرصة ودادية ثانية في مناسبتين. وجدت الحارس يحيى الفيلالي الذي عانقذ هذه المرة فريق المغرب التطواني. نرسل بدقة 28 يقول باسل ليس هناك أي شيء. شاداس يتوغل ناس العرضية في اتجاه الراسية. خروج الحارس يوسف المطيع. فرصة اكتسبت طبعا الخطورة ذهبت جانبا على مرمى الوداد والمتابعة بعد على العرض يحيى تيتل الإدريسي. فرصة خطيرة مرة أخرى. العارضة تكون لفريق الوداد الرياضي. ماذا الحد العاثر؟ ثلاث كرات خطيرة الوداد. هذه محاولة من جديد، كرة أمامية والنجم وارتباك من جانب عناصر المغرب التطواني في المنظومة دي. على مشارف خط مرمى الحارس يحيى الفيلالي. هذه مقوسة لكن غسيل عبد الله حيمود. تلقى عبد الله حيمود يغطي دفاع. استلام العرضية هنا ثم بالراس يتدخل به فرحان لفائدة رضا الشعبي. يبحث عن العرضية ثم الابعاد من رشدي ولاد عبد الوهاب. دخل زيد كروش ارتكاك الكرة امام الشعبي. مسكو الحكم سيمنح بطاقة صفراء في وجه لاعب الوداد الرياضي رضا الشعبي. كانت فرصة واعدة من لفائدة ايوب العمنود. عرضية فرصة ودادية خطيرة. ارتباك من دفاع الوداد دفاع تطوان. لميدة الوداد تسدد ومتابعة من الحارس يحيى الفيلالي. سددت لكن متابعة من يحيى الفيلالي. صحيح أهمية النزال، أهمية الانتصار في اللقاء اليوم. هذا خطأ ضاعت والحكم بدأ يقول هدف لفريق الوداد الرياضي. جول عفوا مكلفة من دفاع المغرب التطواني. رجع الكرة الحارس يحيى الفيلالي والحكم المساعد يصعد ويؤكد هدف انه الكرة تجاوزت خط المرمى. هذه حال فرصة اخرى، خطأ اخر من جديد. عرضية فرصة ثانية ضاعت ثاني هذا المرة بغرابة من جانب سهير المترجي. أخرى رضا الشعبي ضغط متقدم المغرب التطواني. ارتكاك الكرة، الحكم يتدخل ويشير بوجود المخالف لعناصر المغرب التطواني. في حالة ما وجد المساحات لفائدة البديل. الكرة بينية خطيرة يقود سهير المترجي. انطلق سهير مشى زهير جول كونتر اتاك سريع من جانب سهير المترجي. انطلق كالسم، توغل سدد وهزم الحارس يحيى الفيلالي ليسجل الثاني الاهداف في فريق الوداد الرياضي. قلت بانه قد انتظر المساحات بالنسبه لدفاع المغرب التطواني، مادام اصبح يفكر هجوميا اكثر ما هو دفاعيا. الوداد كان ينتظر هذه الفرصه، بالفعل ذلك
هنا العرضية، هنا الودادية الفرصة، هنا محاولة البحث عن التسديد الأمامية، ملعوبة ودادية، فرصة خطيرة والتسلل يشير الحكم. منح مبدأ الأفضلية للاعب فريق الوداد الرياضي. جون عابدين عبر القائمة الثانية راسية، جول 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 جول. وساسة الرحمة في شباك مغرب أتلتيكو تطوان من خلال كرة ثابتة. أرسن زولا يرتقي فوق دفاع فريق المغرب التطواني، وبضربة راسية لا تسد ولا ترد يسجل الثالث الوداد، يقسو على المغرب التطواني بميدانه بثلاثية نظيفة. لاحظوا ارتقاء كيف كان غياب